السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كلنا اكيد اطفالنا بيزهقونا جدا عشان فطار الصبح. تعالوا نعمل النهارده فطار سهل جدا جدا ومكون من 3 مكونات بس. يلا بينا. قطعه من الزبده، طبعا رشه من زيت الذره، هيكون معايا بيضه 2 اللي يريحك، وطبعا فلفل اسود، ونقلب كويس جدا. هنزل بقى دلوقتي بالبيضه اللي احنا لسه عاملينها سوا، وهيكون عندي رغيف شامي بالشكل ده او رغيف لبناني اللي يريحك. وهنزل كده وافضل بقى اقلبه كده مع بعض كويس جدا. عايزه البيضه والعيش يندمجوا سوا على طول، مش عايزاها تقعد كتير. وابدا ان انا اروح قلبها كده على الوش التاني، وانزل بقى بشرايح جبنه رومي، شيدر، اللي يريحك. بس انا بصراحه جبنه الرومي بتقوم معايا بالواجب وزياده. ونقفل على طول الساندوتش بتاعنا. نروح قلبينه على الوش التاني على طول. حاجه سهله كده وسريعه وما بتاخدش وقت خالص، والاطفال هيعشقوها. عايزه تضيفي جواه فلفل رومي، عايزه تضيفي جواه بسطرمه، تضيفي روز بيف، إيه اللي يريحك. يلا بينا نقلبه كمان على الوش التاني. يا لهوي على اللون يجنن. قطعه الزبده هنا مع زيت الذره بتدي شغل عالي قوي، وقطعه الزبده كمان بتدي غناوه جدا. اضغطي عليه كده شويه عشان ياخد لون بسرعه، عشان الجبنه كمان ما تنشفش معاكي. كده تمام. كمان حتى في التقطيعه هنقطعه كمان زي الكريب بالظبط. بصوا بقى الجبنه، ايه الجمال ده، يا جماله يا جماله. وكده بقى عندنا احلى كريب، قصدي اجمل ساندوتش. بصوا الجمال، سخن جدا. بصوا بصوا بصوا، فظيعه. حاجه بسيطه جدا وسهله في نفس الوقت، واطفالنا كلنا هيعشقوها وكبار كمان، ومتاحه عندنا في كل بيت وفي كل تلاجة كمان. لو كان عجبكم الفيديو متنسوش سبسكرايب. يا رب اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم.